السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم بتول قوجة. طبعا هذا الفيديو كان المفروض ينزل برمضان لأني نحن بالعادة بناكل أكتر شي قطايف في رمضان، بس للأسف ما فضيت إنه أنزله بس صورته. بدي بس كنت فرجيكم كيف فينا نقلي القطايف بالقلاية الهوائية. أنا عندي القطايف مثل ما يكون شايفين جاهزين بس بدهم قلي، وهلأ عم بدهنهم بزيت الذرة من كل الأطراف، ما بدنا نكتر بس دهن خفيف. وهلأ بدي أحط القطايف اللي دهنتهم بالزيت بالقلاية الهوائية، وبدي أشغلها على تحميص البطاطا. طبعا هي ما رح تاخد 25 دقيقة، انتو فيكن تحمسوها بالمدة اللي انتو بدكن اياها او التحميص بدكن اياه. تقريبا 15 دقيقة. بيطلع تحميصها رائع جدا. انتو جربوا شوفوا قد ايه بتكون فترة التحميص. واو، طلعوا بيجننوا مثل ما كن شايفين محمصين من الطرفين و... وانا بالنسبة لإلي كمية التحميص هيك كافية، فيكم مثل ما قلت لكم تحمسوهم اكتر من هيك. عن جد التحميص اكتر من رائع. شوفوا كيف انا عم بدق عليها بالشوكة، يعني حتى بتتحمص اكتر من انه نقليها بالزيت، وبنفس الوقت وفرنا علينا كمية زيت كبيرة، ووفرنا علينا وقت، ووفرنا علينا تنظيف. وهلأ طبعا فينا نغمرها بالقطر مثل ما هي، وفينا نحط عليها القطر هيك بشكل خفيف. اللي ما بحب القطر يكون كتير، أنا بالنسبة لإلي ما بحب أغمرها بالقطر عشان تضل محافظة على قرشتها، وأنا ما بحب يعني استخدم كمية قطر كبيرة، بحب هيك أحط عليها القطر هيك وآكلها. بتمنى إنكم تجربوها، يعني عن جد بتوفر وقت وكمان صحية كتير. وألف صحة وهنا. يا ريت تكتبولي بالتعليقات إذا حابين كمان تشوفوا وصفات جديدة بنستخدم فيها القلاية الهوائية أو الإير فراير. وبشوفكن دايما دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول قوجة، والسلام عليكم.